أهلا بكم. أطول رجل في الجزائر شاب ينحدر من ولاية لبدية، جامعي ومسرحي. قوامه هذا جعله يصبح مميزا ومحبوبا في نفس الوقت. عبد اللطيف يروي لنا قصته في هذه الحلقة. انا باغ اكزومبل يشوفوني زعما كاين بزاف ناس يشوفوا زعما واحد طويل كذا خشين حقار. هي لا الحمد لله حنا ربي عطينا العقل وعطينا النيف وعطينا المستوى. مي ان شاء الله الحمد لله انا بثقافتي الحمد لله والمجال العلمي الواسع اللي عندي نقدر نتأقلم مع اي شغل مجتمع نعيش فيه. رياضة كرة السلة تتطلب الطول وانا طويل الحمد لله يا ربي. هذه باختصار ما كانش تكتيك. طول برك الحمد لله يا رب. غير اللي ما حبش. كون معكم فهد عبد اللطيف، عمري 22 ans، طالب جامعي تخصص تاريخ مستوى ماستر 2 ان شاء الله. اون بليس ممثل مسرحي ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله نكونوا ان شاء الله يكون عندنا هدف في المسرح وفي السينما باش ندخلوا من باب الواسع ان شاء الله. ميدان التمثيل اخترته بديت فيه على كل حال من باب المسرح. بين نعرفوا باللي المسرح اصعب من التلفزيون على حسب واش نعرف انا. هو اصعب من انا لقيت روحي في المسرح بدا بيان شغل. لقيت روحي في المسرح مقارنه بالتلفزيون سما ان شاء الله يكون اسهل. شفت انه مثلا فريق مولودية الجزائر كان فيه اطول لاعب في البطوله الوطنيه شغل تاع الكره. انا هذا اللاعب فوتو باللونطيرمون انا وياه فوتو شغل فايتو في الطول. نعمه من عند الله الحمد لله. وكنت حاب نستثمر في هذا المجال تاع كره السله لان لا غالب شاءت الاقدار اني وصلت ان شاء الله نولي ان شاء الله. خيرت مجال التمثيل في الجزائر هنا بخصوص المسرح لانه شغل نظرا للقامه تاعي وطولي الله يبارك 220 سنتيمتر. شغل المخرجين يحتاجوني في بزاف ادوار في المسرح، خاصه في المسرح لانه واسع كذا. ولما لا في التلفزيون ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله في رمضان ولا مش عارف ساعه. المسرح اللي شاركت فيه زوج ملاحم الحمد لله فيه. ملحمة قدة الأحرار 5 جويلية، ملحمة روح الجزائر أول نوفمبر بقيادة المايسترو أحمد رزاق. شغل عن طريقه هو الحمد لله كان لي شرف أنه قصرت معاه ونصحني باش ندخل هذا المجال إن شاء الله اللي هو المسرح أو السينما أو التلفزيون. كأي طالب يحلم بالتخرج ويدي يطلع في النيفو تاعو المستوى تاعو. الحمد لله رانا ماستر 2 ان شاء الله ولي مالا دكتوراه ان شاء الله. رانا في جامعة الجزائر 2 تخصص تاريخ. الحمد لله رانا تحت اشراف دكاترة جامعيين عندهم مستوى ما شاء الله بخصوص
نوجه له تحية دكتور، نوجه له تحية من هذا المنبر اللي هو سليماني عبد القادر، اللي بفضله الحمد لله إن شاء الله نكمل دراستي وننجح إن شاء الله ونتحصل على شهادة دكتور إن شاء الله. نطلب من الناس اللي راهي تشوف فيا ترحم على جدتي التي توفت في الأسبوع الماضي، اللي ربي يرحمها إن شاء الله. اللي هذيك شغل جدتي هذه تقدر تقول رباتنا، تقدر تقول رباتنا.